كل اللي احنا هنعمله النهاردة ان احنا هنخاطب شوية الشباب اللي عندهم امتحانات واللي عندهم التزامات، بس مش قادرين ان هم يوفقوا ما بين التزاماتهم، زي مثلا الشغل، المذاكرة، البيت، والحاجات دي كلها. فيلا بينا نبدأ. هو اسمها عموما superior. بسم الله. أول حاجة كده، مين فينا هنا جواه 1000 سؤال، ومعظم الأسئلة دي زي هو أنا متأخر؟ أنا أصلا عارفة إن أنا متأخر، بس هو أنا هلحق؟ هو ربنا هيساوي الناس اللي اشتغلت بالناس اللي ما اشتغلتش، الناس اللي ذاكرت بالناس اللي ما ذاكرتش؟ طيب هو انا افضل طريقة مذاكرة هي ايه؟ انا جربت كتير قوي بس انا مش عارف. انا حاولت كتير ونومي برضو لسه بايظ. الاسئلة دي كلها بتدور دلوقتي في دماغنا، وبتدور في دماغ كل واحد داخل السيشن ده او هيسمعه. كل الاسئلة دي عاملة حرفيا حاجز كبير جدا ما بينك وما بين اللي انت فعلا عايزه واللي انت عايز توصله. طيب كفاية مقدمات، وانا كده كده اصلا عارفة اللي انت فيه، وعارفة اللي بيدور في دماغك، ويمكن اسئلة اكتر من كده بكتير. ودلوقتي هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نجاوب على معظم الاسئلة دي. تمام. خلينا متفقين ان كل واحد فينا عنده ظروفه وعنده بيته ومشاغله وحياته الخاصة. كل واحد فينا عنده شغفه وعنده هدفه الخاص بيه هو. اللي بيجمعنا بقى كلنا هنا في السيشن ده ان احنا عندنا امتحانات، مش عارفين ان احنا نذاكر لها كويس، وحاسين ان احنا مش قدها، حاسين ان الموضوع كبير علينا، وحاسين ان انا مش قادر ان انا ادخل الامتحان علشان انا مش واثق في نفسي بشكل كفايه. عشان كده تعالوا نفهم شويه منين مودي على فين. لو هنقسم بعض الحالات اللي معانا دلوقتي واللي بتسمعنا دلوقتي، هنلاقي ان هما اول واحد مش عارف يذاكر، تاني واحد ما عندهوش اصلا شغف لاي حاجه، مش عارف يذاكر، اللي هو محاط جدا بالتشتت والملهيات، ومحاط جدا بالناس اللي رجعت 30 مرة وهو لسه، بالمدرسين اللي بيقولوا ده خلاص الموضوع قرب، انتوا مش هتاخدوا اجازات، المفروض تشدوا الشهرين دولت وانت اصلا مش قادر. والناس بقى اللي في جامعات اللي تلاقي اللي هو الدكتور بينزل كويزات وبينزل حاجات كتير قوي محتاجها، وكده كده الفاينل بعد كام اسبوع، حاسس ان الدنيا مدربكه، وفي ناس كتير قوي على جروب الدفعه عمالين بقى بيسالوا اسئله من الفضاء، وحاسس ان انت مش موجود معاهم اصلا. وما عنديش شغف لاي حاجه، ودي الكلمه اللي بنهرب او بنكذب على نفسنا بيها. احنا هنتكلم في حته الشغف دي، لكن مش هنقدر ان احنا نتعمق فيها قوي لان هي حاجه كبيره. وفي نفس الوقت ما شاء الله يعني السوشيال ميديا مليان الناس اللي بتتكلم عن الشغف وازاي ان انت ترجع شغفك والكلام ده كله. الناس الحالة التانية والتالتة عندنا، أو التالتة والرابعة، اللي هو مش عايز يذاكر أصلا بس هو هيسقط. فهو هيذاكر عشان هيسقط، هو مش بيحب يسقط. فهو مش عايز يذاكر برضه بس هو هيذاكر عشان ما يسقطش. فأنا عايز أعدي كده ببركة دعاء الوالدين يعني. رابع حاجة، ويمكن دي مش صح قوي، لكن دي في حالات مننا كده إن هي مش لاقية طريقة للمذاكرة. هي بتوهم نفسها إن هي مش لاقية طريقة للمذاكرة، فأنا مش عارفة أذاكر. يبقى احنا دلوقتي عندنا بعض الحالات اللي معانا دلوقتي هو مش عارف يذاكر بسبب مشتتات، بسبب ملهيات، بسبب حاجات كتير قوي حواليه. ما عندهوش شغف لأي حاجة، ولا المذاكرة، ولا لحضور محاضرات، ولا اللي هو يشوف أصلا المقرر اللي عليه ايه. رابع حاجة، اللي هو مش عايز أصلا يذاكر بس هو هيسقط، فهو بيذاكر عشان ما يسقطش بس. هو حاسس إن هو بعيد قوي عن الموضوع. رابع واحد معانا هنا، او رابع حالة معانا هنا، ان هو مش لاقي اصلا طريقة للمذاكرة ومش عارف يظبط حياته. حاسس ان هو بيشوف فيديوهات كتير قوي عن ازاي تذاكر وجرب كذا طريقة، ففقد الثقة في نفسه تماما. طيب احنا كده يعتبر خلصنا الحاجات اللي بتدور في دماغك، او الحالات اللي قدامنا دلوقتي او اللي بتسمعنا دلوقتي. تعالى بقى ما اقولك مشكلتك الحقيقية هي ايه. اول حاجة، قدرتك على التركيز قليلة جدا جدا جدا، وده مخلي عندك تشتت بشكل كبير قوي. قدرتك كمان على الاستمرارية أو مفهومك عنها مخلي استغلالك للمفهوم ده خاطئ جدا وغلط قوي. مفهومك للشغف اللي هو انت واهم نفسك بيه من السوشيال ميديا مخلي حياتك ملخصة في كلمتين: أنا حياتي مفيش منها فايدة. استغلال أو التعريف اللي عندك للوقت أو للساعات عندك بشكل خاطئ جدا، فمش عارف ان انت تستغله صح. فن التخطيط اللي هو المفروض يكون عندك، وان انت بتحاول يكون عندك وبتنميه،
موجود بس بشكل غير فعال. الدايرة اللي انت فيها واللي انت حطيت نفسك فيها بتمثل مشكلة كبيرة جدا جدا من حياتك، ودي حاجة هنتكلم عنها النهاردة، او هنحاول ان احنا نلخصها النهاردة. طب يا كوتش، وانا اصلا مش فاهم انت بتقولي ايه، فانا حاسة ان انا قلت الحاجات بشوية علمية، فتعالي كده ما نبسطها واحدة واحدة. حاجة احنا اتكلمنا عنها، اتكلمنا عن الأسئلة الكتير قوي اللي في دماغنا. الأسئلة دي منها نرجع تاني. الأسئلة دي بتتلخص في هو أنت متأخر ولا لأ، وإن أنت بتسأل نفسك كتير هو أنا هلحق ولا لأ، ربنا هيحاسب أو هيدي الناس اللي ذاكرت من الأول شبه الناس اللي لسه هتبدأ مذاكرة، وإيه هو أفضل طريقة للمذاكرة، وهل أنا كده تمام ولا في حاجة أفضل، هو أنا كده متأخر ولا لأ، أظبط نومي إزاي، حاولت كتير ونومي لسه بايظ لحد دلوقتي، والكلام ده كله. تمام. كل الأسئلة ديت اتفقنا إن هي عاملة حاجز كبير أوي ما بينك وما بين نفسك، وعرفنا برضو إن إن في انواع كتير قوي او حالات كتير قوي من الناس هنا، او اللي هتسمعنا بعد كده، او الناس عموما اللي بتيجي تذاكر في الفترة دي وبتتم نفسها في اخر حبة، ان هي في ناس مش عارفة تذاكر ازاي، ما عندهاش شغف اصلا للمذاكرة، مش عايزة تذاكر، بس هي هتسقط فهي لازم ان هي تذاكر او ملزمة ان هي تذاكر، مش لاقية طريقة ان هي تذاكر. عرفنا ان دي بعض الحالات، وعرفنا ان دي الحاجة اللي انت بتقولها لنفسك او اللي انت بتوهم بيها نفسك، بس مشكلتك الحقيقية ان هي قدرتك على التركيز دي كانت قليلة جدا، وده مخلي عندك تشتت كبير قوي. قدرتك على الاستمرارية او مفهومك عنها مخلي استغلالك للمفهوم ده خاطئ بشكل كبير، ومفهوم الشغف عندك اللي واهم نفسك بيه من السوشيال ميديا والناس اللي انت بتشوفهم على السوشيال ميديا مخلي سيستم دماغك مسيطر على ان هو انت ما عندكش شغف، وانت مالكش اهمية في الحياة، ومفيش فايدة بوجودك اصلا. تمام. استغلالك او تعريف الوقت عندك وال 24 ساعة عندك خاطئ، ودي اول حاجة هنتكلم فيها دلوقتي. انا عندي 24 ساعة، 24 ساعة دي هنقسمها لحاجتين اتنين. أول حاجة بستغلهم ازاي دلوقتي، أنا دلوقتي بستغلهم ازاي قبل ما أشوف السيشن وبعد ما أشوف السيشن المفروض يتقسموا ازاي، أو الأفضل ليهم هو ايه. تمام. خلينا متفقين ان احنا دلوقتي مش عندنا الوقت الكافي ان احنا نقعد نقسم بقى في وقتنا ونشوف ونراقب ونحدد والكلام ده كله، فاللي احنا هنعمله ان انا حياتي الطبيعية جدا همسك بس نوت في ايدي دايما او على التليفون، بس ما انساش حتى لو هعمل الارم او هعمل منبه، ما انساش ان انا بعد كل حاجة او بعد كل حدث بيحصل لي، حتى لو الحدث ده ان انت قعدت نمت، او الحدث ده ان انت قعدت فاضي ساعتين ثلاثة. تمام. اي حدث بتعمله، قعدت على السوشيال ميديا، قعدت على الواتساب، كلمت صاحبك، رن عليك فقال لك تيجي فروحت، والكلام ده كله، الحاجات دي كلها لازم ان انت تكتبها وتدونها عندك. ليه؟ علشان هتفيدك في الفترة الجاية، وهقولك تفيدك ازاي يعني بعد شوية. تمام. المفروض بقى يتقسموا ازاي، دي الحاجة اللي احنا المفروض نتكلم عنها. اول حاجة الجانب الروحي او الروحانيات. تاني حاجة الراحة، يعني الروحانيات عندك اللي هي علاقتك بربنا، وده انا مش هتكلم عنها كتير لاني مش انا، انا مش الشيخه وكده، فانا مش هتكلم عنها كتير، في ناس كتير قوي متخصصين اكتر مني بيتكلموا عنها. بس كل اللي احنا نعرفه واللي احنا متاكدين منه ان مفيش حد بعيد عن ربنا حياته ماشيه سلسه او حياته اليوميه ماشيه سلسه. تمام. فاحنا محتاجين ان احنا نعرف. آه ثواني خليكم معايا. اللي هو علاقتك انت بربنا. تاني حاجه الراحه من النوم، الراحة من النوم، والتغذية ان انت بتغذي دماغك وبتغذي جسدك. تالت حاجة الاهتمام بالرياضة، وطبعا في كتير مننا نفسه بس عمره ما عملها، بس الاهتمام بالرياضة هنا مش حاجة ترفيه، بالعكس الاهتمام بالرياضة هنا انت بتشغل اجزاء كتير قوي 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 من دماغك، وده بيخلي عندك نشاط اكبر وطاقة اكتر وان انت بدل ما انت بتقعد قدام الكتاب 4 و5 و6 ساعات، هتقعد ساعتين اتنين بنفس الكفاءة لكن بوقت أقل بكتير جدا. وديت اللي ناس كتير قوي اتكلموا عنها، و... وأحمد أبو زيد أو الباشمهندس أحمد اتكلم عنها كتير قوي، وقال إن هو ذاكر أقل، ذاكر بذكاء
وذاكر في وقت اقل. تمام. ايا كان ال 24 ساعه بتاعتنا لازم يتقسموا بالطريقه دي. ده بقى الجانب اللي المفروض ايه، الجزء التاني او النص التاني اللي احنا اتكلمنا عنه، المفروض يتقسم ازاي. اول حاجه الروحانيات، علاقتك بربنا، من ورد، من صلاه، من زكاه مثلا في يومك، من علاقتك بوالدتك وبوالدك والكلام ده كله. تاني حاجه اللي هو الراحه بقى، والراحه دي بتتقسم عندنا لثلاث حاجات: راحه في النوم، راحه في التغذيه، راحه في الرياضه. تمام. تاني حاجة هو مش ازاي بقى تلغي المشتتات. يعني انا متشتت جدا، او انا عندي تشتت جدا وحاسس ان انا مش عارفة اعمل ايه، والدكاترة بتنزل حاجات وانا مش فاهمها، بتوع الشعب دولت ولا الناس اللي عندنا في الدفعة خلصوا 30 مرة ورجعوا وعملوا بينزلوا ملخصات، وانا اصلا لسه معرفش المقرر بتاع المادة ايه. فانا حاسس بتشتت كبير جدا. فهو ازاي ان احنا نتعامل مع التشتت ده صح، مش ازاي ان احنا نلغيه. لان في فرق كبير قوي من ان احنا نلغي التشتت ده، وما بين ان احنا نخلي التشتت ده يخدمنا احنا. ودي حاجة انا هتكلم عنها اكتر في المتابعة البرايفت. ليه؟ لان اصلا التشتت بتاعي انا غير بتاعك انت غير بتاعها. فكل واحد عنده تشتته الخاص، وعنده دماغه الخاصة، وعنده الاسترس او الضغط النفسي الخاص بيه هو، مش هندخل قوي في الحتة دي، بس هو بيكون واهم نفسه بضغط نفسي معين. فانا ما اقدرش اقول لك على حاجه واحده تمشي بيها ال الاشخاص كلها، او تمشي بيها الناس كلها بشكل عام. فكل واحد عنده تشتت من نوع خاص، وكل واحد عنده حله بتاعه هو، مش الحل اللي هيمشي بشكل موحد. تمام. فدي حاجه برضو هنعملها في المتابعه البرايفت. تالت حاجه الاستمراريه. أنا مش محتاجه اقول ان احنا كلنا جربنا ان احنا نعمل جداول، وما شاء الله علينا محدش خالص 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 مشي على الجدول ده. ولو مشيت عليه يوم مش هتمشي عليه تاني يوم، ولو مشيت عليه اول اسبوع ما بتمشيش عليه تاني اسبوع. فالمتعارف عليه ان احنا كلنا حرفيا بنعمل جداول بس ما بنمشيش عليها، وده خلى ثقتنا في الجداول مش موجودة. مش في نفسنا، لا احنا ما بنعملش حاجة غلط، ثقتنا في الجدول ما بقتش موجودة، وحاسس ان انا مش واثق في نفسي والكلام ده كله. بس تعالوا نفهم اصلا يعني ايه استمرارية. الاستمرارية فيها حاجتين اتنين، وهنزود عليها حاجة تالتة دلوقتي. الاستمرارية بالمعنى المعروف، وانت لو كتبت على جوجل كده او لو قرأت كتير عن الاستمرارية هتلاقي ان المفروض هو فعل متكرر انت بتعمله بشكل متكرر، لكن بأجزاء صغيرة. يعني مثلا انا هذاكر الشابتر ده النهارده، لا، انا هذاكر الجزء من الشابتر ده لمده اسبوع. يعني الشابتر ده متقسم معايا مثلا ل 20 صفحه، فانا كل يوم هذاكر صفحتين اتنين. فاحنا كده قسمنا الجزء الصغير بتاعنا اللي هو صفحتين اتنين لمدة أسبوع. الحاجة التالتة إن احنا نعملها إن احنا نعمل مكافأة لنفسنا. احنا عملنا حاجة كبيرة قوي، فاحنا نعمل لنا مكافأة لذيذة بالنسبة لنا احنا. مش لازم المكافأة إن أنا أطلع مثلا الساحل والكلام ده كله، بس المكافأة تكون مكافأة لذيذة بالنسبة لك، حاجة بتفرحك أنت و... وليها علاقة بالجو اللي انت فيه. يعني انت دلوقتي في مذاكرة ومش عارف ايه، فالمكافأة بتاعتك مثلا ان انت ما كنتش بتخرج مع صحابك فهتخرج مع صحابك. الفكرة كلها ان الاستمرارية عندنا لازم أن تكون عارف ان هي بتيجي بالتعود، وبتيجي بشكل تكرار. تكرار حاجة بسيطة، حاجة انت تقدر عليها، بحيث ان انت ما تكسلش ان انت تعملها. تمام. فأول حاجة الاستمرارية لازم أن تكون حاجة بسيطة بتكررها لمدة معينة. انت حاطط المدة دي، انت حاطط الليميت بتاعها من النهاردة مثلا ليوم 7 في الشهر. فأنا من 1 ل7 في الشهر انا هقدر فيهم ان انا اخلص مثلا اتنين شابتر من مادة الكيمستري مثلا، الحاجات دي كلها. تمام. طيب بالنسبة بقى للجداول، الاستمرارية في ان انت تمشي على الجدول بتبقى على حسب انت حاطط الجدول ازاي، والجدول بالنسبة لك ده سهل ولا صعب. وجدول الانجليش 9 يونت عاوزين يتراجعوا التالتة ثانوي. محتاجين نقف تالتة ثانوي. ايه ده؟ طب ماشي. حاضر. هنتكلم اصلا تالتة سنة هيبقى ليها سيشن تاني خالص، لان تالتة سنة محتاجة ان هي ايه، لان احنا دلوقتي بتوع الجامعات او كده خلاص الامتحانات بعد شهر، يعني هتخلص شهرين. فاحنا مدة شهرين في ستريس جامد قوي علينا، او في ضغط نفسي قوي علينا في الشهرين دول. اما انتوا عندكم فترة كبيرة شوية، فالنظام بتاعكم هيبقى مختلف شوية عننا. فبإذن الله تالتة سنة هتبقى ليها كده ايه سيشن خاص بيها هي. تمام. اما احنا والناس اللي هي بقى عاديه في الدراسه العاديه بتاعتها، خلاص السيشن ده مركز ليها جدا. تمام.
عندك شاورما؟ ندرس الموضوع الأول وبعدين نيجي نتكلم عنه. مش هتكلم عن حاجة مش فاهمة. تمام. طب احنا دلوقتي ثواني، احنا اتكلمنا عن ال 24 ساعة بتوعك، ان هم اصلا بيستغلوا ازاي او انت بتعمل فيهم ايه، ومفروض ان انت تقسمهم ازاي. تاني حاجة المشتتات بتاعتك أو التشتت اللي حاصل حواليك، ازاي تتعامل معاه وتخليه يخدمك مش هو اللي يسيطر عليك. تمام. أو تحاول إن أنت تلغيه. الاستمرارية. الاستمرارية مفهومها الصح إن أنا بعمل جزء صغير بمشي عليه فترة كبيرة. تمام. وبعدها بكافئ نفسي. ليه؟ لأن أنت عمرك ما هتعمل حاجة أصلا وأنت مش عارف آخرتها إيه. مثلا كلنا عارفين المفروض إن إحنا نذاكر، ما ذاكرناش ليه من أول السنة؟ فانت محتاج ان انت تحط لنفسك هدف صغير وبعد كده هدف كبير. هدف صغير ده ان انا هخلص الجزئية دي عشان اكون خلصت من المادة دي او خلصت من الشابتر ده او خلصت من التسع يونت دولت. وبعدين هكافئ نفسي، او بعدين هكافئ نفسي والجانب الراحة اللي انا هحس بيه ان انا خلصت هم كبير قوي من عليا. تمام. ده بالنسبة للاستمرارية ومفهومها الصح. طبعا الجداول وان انا اعمل لك جدول والكلام ده كله هيبقى كلها بشكل برايفت ان شاء الله. فاللي مش عارف رقمي هو 012 76 40 10 99. اول ما تحس ان انت خلاص محتاج ان انت تعمل جدول والدنيا مزنقه عليك ومش عارف تعمل جدول ازاي، تعالى لي والدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. تاني حاجه بعبع الشغف. كلنا فاهمين الشغف برضو بطريقه غلط. فاهمين ان الشغف هو حاجه كده بتبقى موجوده، فانا ما عنديش شغف فانا مش مهم بقى في الحياه دي. فانا هقعد مكاني على السرير كده في اضاءتي الضلمه فمش هعمل اي حاجه. الشغف، احنا لما نيجي نتكلم عن الشغف بنقول انا ما عنديش شغف، انا مفتقد الشغف او فاقد الشغف. فمعنى ان انا فقدت الشيء ده ان الشيء ده بيكتسب. صح كده ولا انا غلطانه؟ فالحاجه دي نقدر ان احنا نكتسبها ونعيد تدويرها. نعيد ان احنا نجدد الطاقه بتاعتنا، نجدد الشغف بتاعنا. انا مش هتكلم كتير عن الموضوع ده لان الموضوع ده كبير قوي وفي ناس كتير جدا جدا ما شاء الله اتكلمت عنها في اليوتيوب والسوشيال ميديا عموما. لايف كوتش كتير وتنميه بشريه بقى والحاجات دي. فالشغف حاجة بتكتسب، انت تقدر ان انت تكتسبها. ففكرة ان انت بس تحط آه، سببك او سبب ان انت ما ذاكرتش ان انت ما عندكش شغف او الكلام ده كله، ده حاجة خطأ جدا مش موجودة اصلا. حاجة انت بتوهم نفسك بيها بشكل كبير. والمفروض ان انت تكتسب الشغف كل مرة لما يفتقد. يعني مثلا انا النهاردة صحيت حاسس ان انا عندي طاقة كبيرة جدا مش عارفة ايه، حصل موقف فالكيرف بتاعي نزل خالص. بس انا في نفس اليوم ده حصل لي حاجتين اتنين، كيرفي كان عالي وبعد كده وطي. طب ما انا ممكن اعليه واحدة واحدة في نفس اليوم تاني. بس دي بتبقى ايه؟ من جواك انت، من المصالحة النفسية بتاعتك، من ادارتك انت لنفسك. مش بتخلي فكرة الناس اللي حواليك والتأثيرات الخارجية ان هي تشتتك وان هي توصلك لحالة انت اصلا مش عايزها. انا صحيت بطاقة معينة، انا صحيت بشغف معين، انا عايزة الشغف ده يكمل معايا للآخر. فانا اللي هتحكم فيه مش اللي حواليا هم اللي هيتحكموا فيه. فكرة ان انت تجدد شغفك، فكرة ان انت تجدد الطاقة بتاعتك، دي حاجة لازم أن تكون عندك انت شخصيا. والحاجة دي ممكن هنعملها برايفت برضو بشكل كبير لان هي بتتغير من شخص للتاني. فما اقدرش ان انا اقول لك ممكن تعمل واحد اتنين تلاته اربعه. انا لو اعرفك شخصيا او اعرف حالتك العامه وحالتك الاجتماعيه وانت محاط بناس عاملين ايه وحالتك النفسيه عامله ازاي، ممكن اقدر ان انا ادي لك ستيبس وامشي على الخطوات واحد اتنين تلاته وانت الدنيا هتبقى تمام وهتجدد شغفك وهتجدد الطاقه بتاعتك في كل مره بيحصل لك الكيرف بتاعك بينزل والكلام ده كله. لكن حاليا ما اقدرش ان انا اقول لك حاجه واحده تمشي عليها ايه او نمشي عليها احنا كلنا. تمام. فاحنا كده خلصنا الحاجات دي كلها. تعالوا بقى على الكلام السلبي. طبعا انا لما قلت كلام سلبي او كتبته هنا تحت هنا اهو في اخر واحده كده ممكن ما اكونش بتشافها بس هنشوفها برضو تاني، ركزوا كده. الكلام السلبي اللي انا اقصده هنا هو مش اللي جاي في دماغك ان انا مثلا الناس بتكلمني وحش واهلي مش راضيين عني وحاسسني ان انا فاشل والكلام ده كله. فما تحسش انت في الكومفورت زون بتاعك ده وتعالى لي بقى اطلع كده. الكلام السلبي من قبل ما يكون الكلام السلبي ده من الناس اللي حواليك، الكلام السلبي ده كان منك انت شخصيا. تمام. فالمحتاج ان انت تعرفه ان الكلام السلبي يمكن انت مش حاسس دلوقتي بوجوده في حياتك او بالتأثير اللي بيحصل لك بسببه. لكن بالمدى البعيد عقلك هيصدق ان انت واحد مش قادر ان انت تذاكر، واحد ان انت ما عندكش الطاقة ان انت تذاكر، واحد ان انت اتحطيت في مكان مش بتاعك.
فعقلك خلاص اتغذى بالكلام اللي انت بتقوله ما بينك وما بين نفسك، او بتسمعه وبتصدقه، او بتشوفه في السوشيال ميديا، فبتحس ان انت اه انا كده، انا الشخص ده، انا الشخص اللي الميمز دي معمولة علشانه، انا فعلا الشخص اللي ما بيقدرش يقوم من التليفون، فانا خلاص مش هقوم من التليفون. فعقلك بالمدى البعيد بيتخزن المعلومات دي، هو ما بيقدرش ان هو يترجم المعلومات دي صح ولا غلط، لان هو داخل خلاص، دخلت المعلومات دي. ففكرة ان هي دخلت فهي استسلمت جوه ان دي حقائق، هو ما عندهوش العقلية بقى اللي هو ايه، هو ده هيفيدني ولا مش هيفيدني، لا هو حقيقة دخلت في الدماغ فانا هصدقها، صح بقى كانت او غلط انا هصدقها. شبه الشخص بالظبط اللي عنده مرض معين، مرض ممكن ان هو يتعالج، لكن هو اول حاجه جت على لسان الدكتور ان هو مرضك مزمن وعمره ما هيتعالج ومش عارف ايه غير بره، فهو ما سمعش ووقف غير عمره ما هيتعالج. فكره ان هو يتعالج بره او يتعالج بادويه او بالمدى البعيد دي هو ما سمعهاش، فهو هيموت اصلا بسبب ان هو سمع او صدق او دماغه وقفت عند اول كلمتين. فكلامك السلبي عن نفسك ليه تأثير كبير قوي 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 بالمدى البعيد. ويمكن كلامك عن نفسك مثلا لو انت دلوقتي شخص في اولى كليه، فكلامك عن نفسك من ثانوي، او ان انت مثلا دخلت كليه انت مش عاجباك، او مش اللي انت كان نفسك فيها، والكلام ده كله مؤثر عليك وهيأثر عليك تاني اكتر من كده في تانية وتالتة. فكرة ان انت كل شوية تقعد تقول انا زهقت، انا ليه بيحصل لي كده، انا تعبت، والكلام ده كله الحوارات اللي انت بتدورها جوه عقلك وان انت بتقولها مش لنفسك بس، كمان ساعات بتشات او بتكلم صحابك او قاعد كده بتهزر، فبتهزر وانت جواك مش بتهزر بس هنمشيها ان هي هزار، بس تقعد تقول انا تعبت، انا زهقت، انا ليه بيحصل لي كده، انا حاسس ان انا مش كويس، انا حاسس ان انا ما اقدرش اتحط في مكان مش بتاعي، الكلام ده كله بيخلي عندك طاقة سلبية كبيرة جدا. فانت حتى لو كنت قاعدة في هزار واتكلمت فيها في الموضوع ده، بتروح البيت المفروض ان انت تذاكر 3 ساعات ما بتقدرش ان انت تركز فيهم نهائي. ليه؟ لان عقلك عارف ان انت مش هتستوعب ال3 كلمات اللي قدامك دول، مش هتقدر ان انت تقعد 3 ساعات. هو انت من امتى قاعد 3 ساعات؟ انت ما بتقدرش تقعد اصلا على الكتاب دقيقتين اتنين. فالفكرة كلها طاقة. بترفعي ايدك صح؟ محتاجة تقولي حاجة؟ الصوت مش موجود. الصوت مش موجود يا شباب، سامعني؟ صوت تمام. مش سامعة. في كده تحت حاجة اسمها واي فاي، ماشي، تك عليها. طيب حد يكتب لها ان انت تتك على الواي فاي، لان هي اصلا مش سامعاني وانا عمالة بتكلم. طيب احنا اتكلمنا دلوقتي عن الكلام السلبي، تمام، وعرفنا ان الكلام السلبي ليه مفيش حاجة عندي. طب سامعاني ازاي؟ احنا اتفقنا ان الكلام السلبي على المدى البعيد بنصدقه، ويبدأ ان هو بيترجم في افعالنا قبل ما تكون انت اصلا مش واعي ان هو اترجم خلاص في دماغك، وعرفت ان الكلام السلبي ده هو اللي بيدير يومك، وهو اللي بيدير حياتك، وهو اللي بيدير ادائك في الامتحان بشكل كبير جدا، هو اللي بيدير ادائك في الامتحان. تمام. فتعالوا معايا كده، الكلام السلبي ده بيجي منين؟ اول حاجة بيجي من نفسك. بيجي من نفسك ليه بقى؟ لان انت قاعد على السوشيال ميديا وقت كبير جدا، مش قادر ان انت تترجم الكلام اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا ده صح ولا غلط، الكلام ده ينطبق عليك ولا لا، التأثير اللي هو خالد، هو انت اللي بوظت فردة السماعة التانية ولا احمد اخوك؟ هو اللي بوظها، تلاقي ده انه حاول يصلحها مش هتتصلح تقريبا. رايح فين يا توم؟ ايه. طيب اللي فاتح مايك يقفله معلش. نرجع تاني عادي، فاصل من تقوى جميل ونرجع تاني. تمام. اول حاجه التأثير ده او الكلام السلبي ده بيجي من اول حاجه من السوشيال ميديا. تاني حاجة بيجي من الصحاب، يعني دايرة صحابك ودايرة معارفك عموما 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 بيبقى من صحابك. تمام. تالت حاجة بيبقى من الوالد والوالدة. ليه؟ لأن هم مثلا شايفين منك فعل معين، هم مش شايفين بقى الصراعات النفسية بتاعتك، وإن أنت أصلا مضغوط نفسيا، وإن أنت متشتت ومش عارف تعمل إيه والكلام ده كله. هم بس شايفين الظاهر بتاعك إن أنت ما بتذاكرش
او دايما قاعد ما شاء الله على التليفون، دايما بتشير بوستات، دايما بتضحك، دايما بتهزر على التليفون، دايما بتهزر مع صحابك، خارج داخل مع صحابك. فالكلام السلبي بيبقى من السوشيال ميديا، نفسك اول حاجه، دي تاني حاجه السوشيال ميديا، صحابك، باباك ومامتك او والدك ووالدتك. فالفكره ان انت تعمل ايه بالتدريج، لان انا مش هقدر اقول لك اقطع السوشيال ميديا وشيل الفيسبوك والكلام ده كله، لان الكلام ده كله مش موجود ومش طبيعي. فاول حاجه ان انت تحاول ان انت وانت بتراقب نفسك في ال 24 ساعه، هتلاقي ان انت بتاخد اكتر من 6 ساعات على السوشيال ميديا. فنبدا ان احنا نخليهم اقل في اقل في اقل لحد ما نحس ان احنا مش محتاجين السوشيال ميديا اصلا، وعرفنا تاثيرها السلبي فخلاص. وتاثير السوشيال ميديا السلبي موجود كتير قوي، في ناس كتير قوي بتشرحه على اليوتيوب او بتتكلم عنه، واظن اصلا ان انت عارف التاثير السلبي بتاعه. دي حاجه. الحاجة التانية اللي احنا نعملها، انه انا بحط لنفسي ساعتين مذاكرة. انا الساعتين المذاكرة دولت التليفون بتاعي مش هيبقى موجود، التليفون بتاعي هيبقى سايلنت بعيد عني. ودي ده ما تقعدش بقى تقول ايه انا ممكن اذاكر عادي ومعايا التليفون وانا اصلا بذاكر عليه والشيتات ومش الشيتات الكلام ده. في تابلت مثلا، او في اللابتوب، تمام، او في ورقة. يعني انت اكتب في ورق والدنيا هتبقى لذيذة جدا. اهم حاجة ان انت تشيل الملهيات عنك، تمام. محتاج ان انت تراقب نفسك اكتر في السوشيال ميديا، انت بتتفرج على ايه، لان في حاجه اسمها خوارزميات السوشيال ميديا، او مثلا خوارزميات الفيسبوك، او بتاع الانستجرام والتليجرام، وتويتر كمان. فالخوارزميات دي انت محتاج ان انت تراقب كويس جدا. انت مثلا لو تلاقي نفسك بتتكلم كتير او بتشوف كتير فيديوهات طبخ ومش عارفه ايه، تلاقي تطلع قدامك دايما فيديوهات طبخ. فاهم الفكره؟ فخوارزميات الفيسبوك والانستجرام صعبة جدا جدا وبتجذبك بشكل كبير قوي. فانت محتاج ان انت تكنترول الموضوع ده كويس جدا جدا. دايرة صحابك مش محتاجة ان انا اقول لك في الوقت ده ما تتشالش منهم مرة واحدة، لكن واحدة واحدة اسحب نفسك من الناس اللي انت عارف ان تأثيرهم سلبي جدا عليك، سواء بالكلام سواء بالافعال سواء اي حاجة تانية. مش كفاية الكلام عن الكلام السلبي، لكن دي حاجة مهمة جدا جدا. ويمكن يمكن كل واحد فعلا بيختلف عن التاني من حيث كلامه لنفسه، اللي بيصدقه سلبي عن نفسه، او الناس حواليه، او السوشيال ميديا والكلام ده كله. فبإذن الله الفترة الجاية هيبقى في متابعة برايفت برضو، ليها قسم كبير جدا جدا، وليها علاقة كبيرة جدا جدا بالكلام السلبي، وان انت ازاي تظبط دنيتك وتكنترول الموضوع ده كله وتخليه يخدمك مش يأثر عليك. ده عموما في حياتك عموما، مش بس في الفترة الجاية بتاعت المذاكرة. احنا كده يعتبر خلصنا، فتعالوا بقى ما اقول لكم كبسولة كده لازم تكون معاك، سواء في وقت المذاكرة، وقت الدراسة، او بعدين، تمام. اول حاجة، قربك من ربنا. يعني لسه قايلة اصلا تقريبا ان هو مفيش حد هيمشي في يومه عادي كده من غير ما الروحانيات بتاعته تكون كويسة. وقربك من ربنا هنا، ما تقعدش تسأل نفسك كتير هو ربنا هيقبلني، ده انا ذنوبي، ده انا حياتي. ده ربنا مش بيعاملك نفس معاملتك مع الناس. يعني انت بتعامل زميلك، يعني هو ما كلمنيش النهارده او ما اتصلش عليا فانا مش هتصل عليه. ده مش ربنا ومش معاملة ربنا، حاشاه. فاعمل على قد ما تقدر صلاة، صوم، لو بتصوم اثنين وخميس والسنن والكلام ده كله، صلاة، صوم، ورد، أذكار، حاجة بتقربك من ربنا وحاسس إن هي بدل أنت عملتها بتبعد عن ربنا تركنها خالص. تحاول تحسن علاقتك بربنا الفترة الجاية. ربنا مش هيحس ان انت بتستغله، لان الكلام ده مش موجود، بس ده كلام من الشيطان بيجيلك ان انت بتستغل بقى، وانت شخص مش كويس، انت عشان عايز تبقى كويس في الدرجات الامتحان تطلع من الاوائل فانت بتقرب من ربنا والكلام ده كله. ما تسمعش الكلام ده. في ناس كتير قوي، في شيوخ كتير جدا 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 اتكلموا في الحتة دي. فقربك من ربنا لازم يكون موجود في الفترة الجاية. عمر ما حياتك هتكمل وانت بعيد عن ربنا. دي اول حاجة. تاني حاجة، جدد النية. جدد النية. الفكرة بقى في هنا ايه؟ انا من زمان قوي بعمل جداول، تمام. انا بقى كشيماء من زمان قوي بعمل جداول، وعلى ما وصلت ان انا اعمل جدول واقدر ان انا امشي عليه. وساعات على فكرة ليا انا مش لاي حد، ليا انا ساعات فعلا الجدول بيخيب جدا مني وما بقدرش ان انا اعمل عليه. ليه؟ لان اصلا نيتي ان انا اعمل الجدول ده علشان اذاكر واطلع من الاوائل، او اذاكر والم دنيتي، او اذاكر والدكاترة يقولوا عليا شاطرة والكلام ده كله. لكن المفروض نيتك تكون متجددة على طول، ان هي ابتغاء مرضات الله.
انا من زمان جدا عندي المذاكره دي. طب وانا ما ذاكرتش ليه من الاول؟ ما ذاكرتش من الاول مع اني عارف ان المذاكره هتعمل لي واحد اتنين تلاته وهبقى كويس وهطلع من الاوائل، وانا لو اتفعلت في المحاضره هيحصل لي كذا كذا، والنقط بتاعتي هتطلع والكلام ده كله. لكن احنا لو بدلنا الجانب الديني الدنيا بتاعتنا دي لجانب تاني خالص، اللي هو انا ليه اصلا المفروض ان انا اذاكر؟ عشان ربنا امرنا ان احنا نذاكر ونسعى في الدنيا. ففكرة ان انت تربطها بربنا، فربطتها بالقرب من ربنا في النقطة الاولى، دي هتخلي عندك حتة تانية خالص، هتخلي عندك التزامك بالجدول كبير جدا جدا، والتزامك بحياتك العلمية وحياتك الدراسية وشغلك كمان كبير جدا جدا. ما بتشتغلش بس عشان تاخد فلوس، لا، انت بتشتغل علشان انت لو اشتغلت وعملت قصرت فيها فانت تاخد فلوس حرام، فكده ربنا هيحصل ان انت تاخد سيئات فمش هيرضى عنك والكلام ده كله. في نفس الوقت برضو دراستك، انا بدرس علشان ربنا، عشان بابا وماما، علشان انا اكون كويس في المستقبل، وعشان حاجات كتير قوي. فتجديد النية مش بس ان انا عايزة اذاكر عشان اطلع من الاوائل او اذاكر عشان اجيب درجات كويسة. تجديد النية هنا لازم تكون ليها علاقة كبيرة جدا بربنا، علشان صدقني ده هيختلف قوي 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 في الكونسبت بتاع الايه الموضوع. تمام. تالت حاجة بقى، وحاجة مهمة جدا، ان انت ترتب المخ بتاعك وتهيئه. دماغنا دي محتاج ان انت تحط لها وتنور لها كده شوية ايه حاجات في دماغك. يعني احنا لو شفنا، تخيلوا معايا كده شكل الدماغ بتاعنا. فانا لما باجي اذاكر انا بنور حتة معينة فيها، انا بخلي حتة معينة الدم بيضخ فيها جدا جدا جدا، وبخلي الحتة دي شغالة. لكن لو انا اتخيل ان انا مش بس الحتة دي شغالة، لا، النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي في دماغك، تخيل بقى انتاجيتك هتبقى قد ايه. وان انت بتهيئ عقلك لاي حدث جديد يدخل كبير قد ايه، وان انت تكون شخص ناضج اكتر كبيرة قوي. ففكرة ان انت بتقعد بس 24 ساعة بتذاكر، انت قعدت ذاكرت بس محصلتك صغيره جدا، وانت اصلا ما شغلتش جزء صغير جدا جدا من دماغك. اما انا لو رتبت اولوياتي صح ورتبت اهدافي صح وهيأت دماغي بالشكل الكافي، اللي هو ازاي؟ فاكرين لما انا قلت لكم محتاجين راحه نوم؟ فاكرين لما انا قلت لكم محتاجين تغذيه؟ فاكرين لما قلت لكم محتاجين رياضه؟ الحاجات دي كلها بتساعد دماغك ان هي تشغل مناطق مختلفه في المخ، فبتخلي عندك تهيئه ان انت اي طاقه محتاجها تحضر. تمام. دي بقى ايه ليها علاقة كبيرة جدا بان انت ايه تجدد شغفك وتجدد الطاقة والكلام ده كله. وضع اهدافك وتجديدها كل فترة. الفكرة بقى عندنا في ايه؟ ان انا بحس ان المفروض ان انا هدفي ثابت وواضح وما بيتغيرش والكلام ده كله. لا، انا مثلا في ثالثة ابتدائي كنت زي ثالثة اعدادي، ما كانش هدفي هنا زي هدفي هنا، ما كانش زي ثالثة ثانوي، ما كانش زي ثالثة كلية، ما كانش زي ده وانا عندي 23 سنة. فكل مرة، كل مرة وكل فترة المفروض ان انت بتجدد هدفك. الهدف عمره ما كان ثابت، والهدف عمره ما هيبقى ثابت. فانت محتاج ان انت دلوقتي تحط هدف بالمدى القصير، لاسبوع، سوري، ليوم، لاسبوع، لشهر، لنص سنة، لسنة. دلوقتي هتلاقي بقى قدامك فيديوهات كتير قوي ازاي تعمل 2024 والكلام ده كله، والسنة الجديدة والحوارات دي كلها. انت محتاج بس حاجة معينة او حاجة مهمة جدا، ان انت وانت بتحط هدفك محتاج ان انت تعرف ان الهدف لازم يكون flexibility. flexibility يعني ايه؟ يعني مرن كده. انا بقدر ان انا اغير فيه، انا بقدر ان انا احط واشيل براحتي بمزاجي، مش مضطر. تمام. فوضع اهدافك الفترة الجاية دي، انا اصلا السيشن ده كله عشان المذاكرة وكده. وضع اهدافك للمذاكرة المفروض يكون ان هو مرن اكتر من كده. تنظيم يومك، او وضع نظام حياة جديدة او حياة مناسبة ليك انت، نظام حياة مناسب ليك انت ولهدفك. ده بيبقى عموما يعني من لايف كوتش خاص بيك انت، او لو انت تقدر ان انت فاهم نفسك كويس جدا فتقدر ان انت تديها النظام الحياة المناسب ليها، والنظام الحياة اللي هيخدم فعلا الهدف بتاعك ده، ما فيش مشكلة خالص. ولو انت عايز تستعين بلايف كوتش ما عنديش مشكلة، في اكتر مني وفي ناس متخصصة اكتر مني. بس بالنسبة للجداول وكده فان شاء الله في متابعة برايفت، وفي خصومات كتير قوي على اول 5 هيدخلوا. تمام. دايرة الاجتماعية بتاعتك بقى دي مهمة جدا. انا الفترة دي انا مش بقول لك خاصم صحابك، لكن بقول لك انت عارف مين بالظبط اللي بيأثر عليك سلبي بالنسبة للمذاكرة او بالنسبة للامتحانات والكلام ده كله، سواء بس
بالكلام او بالفعل او برد الفعل. يعني انت مثلا بعت له حاجه، لا يا اسطى احنا مش هنذاكر النهارده، هنذاكر ايه؟ مذاكره ايه اللي انت بتتكلم عنها؟ ان احنا اكبر من كده بكتير، والكلام اللي احنا بنسمعه وبنشوفه، الحاجات دي كلها. احنا محتاجين ان احنا نركز جدا الاجتماعيه او الحالات الاجتماعيه او دايرتي في الاشخاص اللي حواليا دي عامله ازاي دلوقتي، ومين اللي انا اخرجه من حياتي، ومين اللي انا ادخله، مين اللي انا محتاج ان انا اوطد علاقتي بيه، ومين اللي انا محتاج ان انا امحيه جدا 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 وخالص عن حياتي. تعاملك بقى مع المشاكل اليومية وان انت تكون مهيئ نفسيا لأي مشكلة تجيلك، دي حاجة مهمة قوي. فانا لو هقول لك كبسولة كده سريعة تاني: قربك من ربنا، ان انت تجدد النية بتاعتك، ترتب مخك وتهيئه، وضع اهداف وتجديدها كل فترة، ان انت تدي نظام حياة خاص بيك انت، وتنظم يومك وتقسمه كويس. يومك، انا ما قلتش حياتك عموما بقى هنا، انا بقول لك يومك، ازاي تنظم يومك وتعمل له دودو لاست كويسة، وازاي تحط دودو لاست اصلا، والكلام ده كله هيبقى برضه في المتابعة البرايفت بإذن الله. بس الحاجات دي كلها تقدر ان انت تعملها، وهتدي لك انتاجيه عاليه جدا جدا، حرفيا higher productivity. التعامل بقى الصحيح مع الملهيات زي التليفون، زي القعده مع صحابك، زي التلفزيون، زي اي حاجه. ازاي ان انت تتعامل مع الملهيات بتاعتك دي صح. في ناس كتير قوي اتكلموا عنها على فكره في اليوتيوب وكده. تعاملك مع مشاكلك اليوميه ومشاكل المفاجاه. انا مثلا حطيت دو لاست، حطيت ان انا هذاكر مثلا 4 ساعات من الساعه كذا للساعه كذا، هوب جالي خروجه، اهو ماما قالت لي لازم تنزلي او لازم تنزل الحته الفلانيه عشان تجيب حاجه مهمه جدا. فانا حصل لي حاجه مفاجاه، فانا مش عارفه اتعامل معاها ازاي، بس أنا الدنيا كلها واقفه معايا. لا، دي مشكله صغيره في يومك، حصلت في يومك وحصلت مفاجاه، فانا ازاي ان انا هتعامل معاها وما تاثرش عليا باقي اليوم؟ بالعكس، تحسنه. يعني مثلا لو مامتك مثلا، فخلاص دي حاجة بتاعت ربنا، فابتغاء مرضات الله، دي أمي والكلام ده كله، فنحاول إن احنا نحول الحاجة السلبية دي لحاجة إيجابية، وبعد كده نحاول إن احنا نعدلها ونشتغل في الموضوع ده. إن أنت تدي للجسم بتاعك الحاجة اللي محتاجها بكميات كويسة جدا علشان يديك الأداء اللي أنت نفسك فيه. في حاجة كده عاملة شبه البنزين. انا لو تنيتني دايس بنزين كل 5 دقايق وبشيل بنزين وبشيل بنزين وبشيل، والعكس في واحد حاطط دايما رجله على البنزين وطاير، مين اللي هيوصل اسرع؟ ده حط بنزين وشال لمدة 30 دقيقة، وده حاطط لمدة 30 دقيقة برضه بس حاطط رجله على البنزين على طول. انهي بقى اللي هيوصل اسرع؟ اظن اللي حاطط رجله على البنزين على طول. فانت محتاج ان انت تعرف كويس جدا ان الاستمرارية هنا مش التقطيع، الاستمرارية هنا هي اللي هتوصلك. والاستمرارية بتيجي من 3 حاجات زي ما احنا اتفقنا. اول حاجة ان انت تعمل حاجات بسيطة بشكل متكرر، تدي لنفسك مكافأة. ان انت تدي لنفسك او تدي لجسمك الحاجة اللي هو محتاجها بكميات كويسة علشان يديلك الأداء المطلوب، ده مهم جدا جدا جدا. اخر او الحاجة اللي قبل الأخيرة: الاهتمام بمصدر الإنتاجية. يعني ايه الاهتمام بمصدر الإنتاجية سريعا كده؟ ايه اصلا اللي بيخلي عندنا فعالية او انتاجية؟ البراين بتاعنا، دماغنا. تمام. فاحنا محتاج ان انا اغذيه كويس، محتاج ان انا اعلمه كويس، محتاج ان انا اهيئه كويس. فالاهتمام بالمصدر ده هو اللي هيديلك الاداء اللي انت نفسك فيه، وهيديلك هيوصلك لهدفك اللي انت نفسك فيه. احنا لما نيجي نتكلم عن مصدر الانتاجية، فاحنا محتاجين ان احنا نهتم بيه قوي. لان مثلا عمري مثلا ما هتقطع شجرة بمنشار والمنشار ده مش مسنود. لازم تسن المنشار ده كويس، لازم تدي لنفسك القوة البدنية الكافية ان انت تقطع الشجرة دي بالمنشار الصغير. فمحتاج ان انت تهتم بالمنشار، تهتم بحالتك الجسدية عشان تاخد النتيجة في الاخر، ان هي ان انت تقطع الشجرة. الثقة بقى بالنفس والتأكد من القدرة على المواجهة، دي حاجة مش موجودة فينا، بالذات لما نيجي نقرب من الامتحانات. بتلاقي ثقتك في نفسك قلت خالص خالص. حتى وانت بتحط أي جدول ليك، بتلاقي وانت بتحط مقلق كده وخايف. انا مش انا حاطط وعارف ان انا اصلا مش عمري ما هخلص الماده دي في 3 ايام، عمري ما هخلص الماده دي في 4 ايام، عمري ما هعمل، عمري ما هشوف ده، اكيد الدكتور مش هيوافق، ده انا اكيد في الشفوي مش هجاوب. الكلام ده كله بيقلل من ثقتك في النفس، وحرفيا بيخلي بدل ما كنت هتأدي 99% هيخليها 50%. يعني هو احنا خلصنا، واتمنى ان هي بشكل واسع جدا وبشكل عام بشكل كبير قوي، لكن هتفيدكم جدا جدا، واتمنى ان هي تكون فادتكم دلوقتي. اي حد عايز اي حاجة انا موجودة برايفت، وفي
في ما شاء الله يعني عرض كبير جدا جدا لأول 5 هيدخلوا. آه، بإذن الله همنتج الحلقة دي أو السيشن ده وهنزلها على اليوتيوب عشان الناس اللي ما قدرتش إن هي تحضر، ومستنياكوا. ولمدة 10 أيام بإذن الله هيكون مفتوح المتابعة البرايفت أو الدخول في المتابعة البرايفت. في حد عنده أي سؤال تاني؟ عشان هو فاضل دقيقتين بالظبط ونقفل السيشن. بيكم، واتمنى اشوفكم في سيشن تاني ان شاء الله، بس مش قريب يعني، بعيد. السيشن الجايه باذن الله هتكون بتاعه ثالثه ثانوي والناس اللي لسه داخلين اولى كليه. بس هنهتم اكتر دلوقتي بثالثه ثانوي لان هي المهمه بشكل كبير جدا الفتره دي. باذن الله اي حد محتاج ان هو يعمل جدول او محتاج ان هو يتابع برايفت الكلام ده كله مفيش مشكله معاكم. وفي الاكاديميه ادخلوا عليا او عن أو مروان في التيم. اسألوا العرض قد ايه، والعرض هتعمل فيه ايه، واي حاجة انتوا عايزين تسألوا فيها ادخلوا برايفت واسألوا فيها، هتلاقوني انا او مروان او اي حد من اعضاء التيم. وشكرا لكم جدا، مع السلامة.